مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشفاء الصامت. الخمر والجن مفاتيح الظلام التي يتوه عندها الشفاء. الخمر والجن حقيقة الشفاء. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. في ليل من ليالي مدينة مراكش كانت السماء هادئة كصفحة ماء، وكانت الأرواح تبحث عن شيء لا يسمى. جاءت زينب إلي بخطوات ثقيلة تجر وراءها سنوات من الأسئلة وأوجاعا لم تعرف كيف تسميها. جلست أمامي وضمت يدها كأنها تخاف أن تقع، ثم قالت بصوت خافت: يا حكيم إبورك، هل يمكن أن يكون الشفاء في الحرام؟ هل يمكن أن يجد الإنسان عافيته في شيء أغلقه الله؟ هل يمكن أن يأتي النور من طريق مظلمة؟ سؤال ليس سهل، ولا يولد إلا من روح ذاقت شيئا ألمه أكثر مما ظننت. قلت لها بهدوء: يا زينب، هناك كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو فهمها المريض لارتاح نصف ألمه. ثم تليت عليها الحديث: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. سكتت كأن شيئا داخليا تحرك ببطء، وكأن بابا صغيرا انفتح في صدرها. قلت لها: الله لا يجعل الشفاء في باب يريدك أن تغلقيه، ولا يجعل النور في طريق مليء بالظلمة. لكنني أكملت: ومع ذلك الشرع واسع رحيم في حالة واحدة فقط، الضرورة، حين يهدد المرض الحياة، وحين لا يوجد بديل، وحين يجمع الأطباء التقاة على أنه الحل الوحيد. حينها فقط يباح المحرم بقدرة الحاجة، ولا يزيد الإنسان على ذلك قدر حبة رمل. رفعت زينب نظرها وقالت: يعني الشفاء الحقيقي لا يكون في الحرام؟ قلت: لا يا زينب، الأصل نور والحرام ظلمة لا تنبت شفاء. قالت لي: لكن يا حكيم، هناك من يقول شفيت بالعلوم المحرمة، شفيت بوصفة فيها نجاسة، شفيت بكذا وكذا، فكيف؟ ابتسمت وقلت: هناك فرق كبير يا زينب بين تسكين الآلام وبين شفاء الجذر. ثم أكملت: في ثقافة إبوركولوجي نقول كل شيء في الكون طاقة. الماء طاقة، العشب طاقة، النية طاقة، الكلمة طاقة، والمادة تحمل توقيعا دبدبيا من مصدرها. وضعت يدي على صدري وقلت: الشيء المحرم يحمل طاقة منخفضة، دبدبة مشوشة لا تنير الجسد. سألتني: يعني النية أقوى من المادة؟ قلت: نعم، النية باب والمادة مفتاح، وإذا كان الباب مغلقا لن ينفع المفتاح مهما كان ثمينا. تنهدت زينب وكأنها كانت تجمع شجاعتها لسؤال أخطر: وأما مسألة الجن يا أستاذ، هل يمكن أن يشفى إنسان عن طريقهم؟ وهل هذا حلال؟ كان السؤال ثقيلا، وكانت الروح خلفه ترتجف. قلت لها بنبرة ثابتة: يا زينب، منذ أن خلق الله آدم وهو يعيش بين عالمين، عالم يرى وعالم لا يرى. ثم تليت عليها الآية التي تغلق باب الاستعانة المحرمة: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. قلت:
هذه الآية تحذر من الاستعانة المباشرة التي تزيد التعب ولا تفتح باب الشفاء. سألت بخوف، يعني لا يستطيع أي مخلوق من الغيب مساعدتي. ابتسمت. كان الجواب أعمق من نعم أو لا. قلت: هناك آية لو فهمتها يا زينب لتغير كل شيء في نظرتك لهذا الكون. ثم قرأت عليها: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سكت وتركت المعنى يمر من عقلها إلى روحها، ثم قلت: يا زينب، الجبال، الأنهار، البحار، الرياح، الشمس، القمر، الجن، الحيوانات، الطير، الحديد، التراب، كلها سخرت للإنسان. فإذا قال الله جميعا فهذا يشمل ما نراه وما لا نراه، يشمل المخلوقات الظاهرة والخفية. ثم اقتربت منها معنويا. لكن انتبهي، تسخير الله شيء واستعانة الإنسان شيء آخر. ثم شرحت لها الفرق العظيم. تسخير الله يعني أن الله يرسل معونة من غير طلب، من غير عقد، من غير ارتباط، من غير علاقة، من غير استدعاء، من غير أن يعلم الإنسان حتى بمصدرها. إما الاستعانة فهي أن يطلب الإنسان من هذا العالم الخفي عونا مباشرا، وهذا باب الظلمة. ثم قلت لها: الله قد يسخر لك ريحا، شخصا، طاقة، ملكا، جنا، صدفة، ألما يقويك، أو حتى مخلوقا من الغيب، لكن هذا من عنده هو لا من عندك أنت. وعندما سمعت زينب هذا أرخت كتفيها وانخفض صوتها، وكأن نورا دافئا دخل إلى قلب كان باردا لفترة طويلة. رفعت زينب يدها فجأة وقالت: ماذا لو وصف للطبيب دواء فيه خمر وهو حرام؟ هل يجوز أن أستعمله؟ نظرت إليها وقلت بوضوح: الخمر حرام بنص القرآن، إنما الخمر والميسر رجس من أعمال الشيطان، والعلماء أجمعوا على أن الله لم يجعل الشفاء فيه. ثم أكملت: لكن إن كان المرض خطيرا جدا ويهدد حياة الإنسان ولا يوجد أي بديل حلال، وأجمع الأطباء التقاة على ضرورة هذا العلاج، فحينها فقط تباح الحرمة بقدر الضرورة. ثم قلت: الله الذي حرم الخمر قادر أن يجعل الشفاء في 1000 باب آخر، قادر أن يفتح لك طريقا في دعاء، في نية، في نبات من الأرض، في ماء مبارك، في كلمة تهز قلبك. رفعت زينب يدها إلى صدرها وقالت بصوت أكثر ثباتا: الحرام لا يكون طريقا للشفاء إلا إذا كان بابا لإنقاذ الحياة. قلت مبتسما: نعم، هذا هو الفهم الذي يفتح باب النور. قلت لها: الشرع يقول لا شفاء في الحرام إلا عند الضرورة، والروح تقول لا ضرورة أعظم من نقاء القلب، والعقل يقول من خلق المرض قادر أن يخلق الشفاء في الحلال. قلت لها: ارفعي يدك ودعينا ندعو. ثم دعوت: اللهم اجعل في جسدها نورا، وفي قلبها طهرا، وفي روحها سلاما. اللهم لا تجعل شفاءها في طريق يغضبك، واجعل عافيتها تأتي من باب فتحته أنت، بابا فيه رحمتك وبركتك ونورك. اللهم اشف كل من يسمع الآن، واجعل له من ضيقه فرجا، ومن حزنه نورا، ومن خوفه يقينا. هكذا يا زينب، هكذا أيها المستمع، تعرف أن الشفاء طريق نور لا يخلق في الظلمة، ولا يولد من الحرام، ولا يخرج من باب أغلقه الله. النور لا يلد إلا نورا، والشفاء لا يأتي إلا من يد
خلقته برحمة. معكم إبورك الحسين، صحافي وباحث في علوم الشفاء الكلي ومؤسس فلسفة إبوركولوجي. إذا لامست هذه الحلقة قلبك اضغط إعجابا واشترك في القناة وفعل زر الجرس لتصل رسالة النور إلى كل قلب يبحث عن شفاء. سلام عليك وسلام على كل من يمشي في طريق النور ولو بقدم متعبة. في أمان الله.